السلام عليكم بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير، اسعد الله اوقاتكم. اليوم يعني رايحة خطار يا مهلي، فعندي اخويا عنده حساسية من الجلوتين، فطلب مني اسوي له حلويات بدون طحين. فراح اسوي له اليوم كعك او شكرلمة او بسكوت نسميه بالنشا بدون طحين. وهسه راح انزل لكم ان شاء الله المواد وشوفوها وياي. وهسه هاي مقاديرنا. عندنا نشا 500 غرام او نص كيلو، وعلبة حليب محلى هذا الفجر، وعندنا زبد 80 غرام هذا انا ذوبته. هسه نبدي بالطريقة، راح نخلط الحليب المحلى ويا النشا. وهسه راح ندير هذا الحليب المحلى على النشا ونخلطه. وهسه هاي بدينا نعجن بيه بهاي الطريقة، يعني عجن عادي بنات عم يتلابس. وهسه نخلي الزيت عفوا الزبد اللي عندنا، وهذا الزبد درناه. هسه نبدي نعجنه وارجع لكم. هسه هذا صار هيجي قوامها مثل ما تشوفون. هسه راح ابدي اسوي على شكل كرات او اصابع. وهاي محضرة اني صينية وبيها ورق زبدة وعالقة الفرن. ونسويها هيجي دوائر هيجي وبكيفكم. بس انا عندها شوية سمسم، راح اخليها بالسمسم واطلعها ذات يوم مبروش، كيفكم براحتكم بعد انتم. وهسه هذا شكلها بعد ان شكلناها، خلينا هاي بالسمسم وهاي بدون سمسم وذات يدوم مبروش مثل ما قلت لكم. هسه نوديها على الفرن على درجة حرارة 180 ربع ساعة مو اكثر. وهذا شكلها النهائي، وما احكيكم على الطعم يخبل فد شي. وراح اسوي بعد منه هيجي اكلات اللي عندهم حساسية مال الجلوتين. تمام، والى اللقاء.